مين ما بيحب اليالنجي؟ وصفة خطيرة جدا جدا على طريقتي، والطعم خيال. الحموضة كتير كتير ظابطة. شوفوا من جوا ما شاء الله. للحشوة بدنا زيت، وبعد الزيت بنحط بصلة، وبعدها بنضيف البصلة مجرد انه تدبل معانا، ما بدنا اياها اكتر من هيك. وبعد ما تدبل بنحط البندورة، بندورة مقطعة ومترومة ناعم، انا بحبه ناعم، ما بحبها تبين كتير بالخلطة. بعد ما دبلت معانا بحط البهارات اللي هي ملح وفلفل وحمض الليمون، واكيد القهوة، وانا بكتر قهوة لانه هي الطعم اللي بتفرق. وبحط كمان هالمطحون بقلب البهارات، هال بطحنه كتير منيح، وبحط كمية منه كمان بتفرق الطعم كتير. وبعدها بنزل زيت الزيتون فقط فوق البندورة، لسه ما حطيت ولا شي غير البصل والبندورة. حط زيت الزيتون الكمية اللي بتحبوها، وبعدها بحط دبس الرمان. والدبس الرمان اذا حامض كتير انتو بتقدروا، واذا ما حامض فانتو بكون تكتروا حمض الليمون. بهالطريقة بتصير معانا جاهزة التبلة. بعد ما شوي بتطرى البندورة وبنحط لها المنكهات، وبنحركها بهي الطريقة على نار متوسطة. بنخليها هلا لتطرى على الاخر، ومن بعدها بنضيف لها بقية المكونات. اول شي بنحط الرز. الرز ضروري يكون منقوع ومغسول كتير منيح. بنحطه بهذا الشكل وبنحركه، وبعد ما يدبل ويطرى مع البندورة على الاخر بنطفي النار وبنحط فوق البقدونس المفروم الناعم. انا بحط لكل كيلو رز 7 باقات بقدونس مفروم. هاي الوصفة يعني كتير بتطلع طعمة طيبة، وطعمة الخضرة رائعة فيها. هلأ بحركن هيك بعد ما طفيت على النار، بحركن مشان يتجانسوا كلهم مع بعض وياخدوا ويشربوا من نفس المنكهات، وياخدوا نفس الطعمة. وبعدها بستناها لتبرد وباشر بحشة الباذنجان. هيك بعد ما خلطتهم كلياتهم، شوفوا كيف طلعت. هلا بنتركها لتبرد بهي الطريقة ومباشر بحشي الباذنجان. انا عندي هوني جايبة 5 كيلو باذنجان، قورتهم وغسلتهم كتير منيح وجهزتهم بهذا الشكل للحشي. شوفوا كيف مقورتهم كتير منيح. هلا بنباشر بحشيهم. ونصفي بصفة الطنجرة بطاطا مشان ما تلزق الباذنجان مباشرة على الطنجرة، وبنصفهم بهي الطريقة. بحاول ارصهم مع بعض كتير منيح مشان ما تفتح ولا وحدة. من وين عم بتتابعوني؟ واذا حبيتوا وصفاتي لا تنسوني من لايك والشير وتعليقاتكم الحلوة. متابعتكم كتير مهمة، وتعليقاتكم كتير مهمة للاستمرار مع بعض. وتشوفوا الوصفات لا تنسوا تفعلوا زر الجرس. شوفوا كيف انا هلا هيك عم ارسم كلياتهم مع بعض بهالطريقة. بعدها بتقلها بحط صينية تحتها مفرغة وبتقلها، وهي المرقة اللي زادت من التبلة. وبعدها بفتح عليها المي، بغمرها بالمي كتير منيح. وبعد ما تنغمر على الآخر أنا بحب أغمر لعند التتقيلة بهذا الشكل. بجيب الدبس الرمان، بحطه فوق المرقة، وبجيب زيت الزيتون. وطبعا نحن ما بننسى انه بنظبط الملح والحمض تبع اليالنجي، بنظبط تبعية المرقة. وهيك بتطلع النتيجة بعد ما خلص على النار واستوى. شوفوا بسم الله ما شاء الله، لوحة فنية بتفتح النفس ولا اسهل، والطعم كتير كتير طيبة. بتمنى انكم تجربوها وتعطوني تعليقاتكم، تعطوني آرائكم الحلوة. بحبكم كتير. كانت معكم قناة ام عصام. صحة ومية هنا لكل واحد عم يتابعني وعم يجرب أكلاتي وطبخاتي. بشكركم من كل قلبي لدعمكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.